Guess me from where? No. 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 I give 10 euro. No. Thank you. What's your name? Alexi. صح؟ Nice to meet you. بس انت شكلك صغير قوي بصراحة. انا؟ والله. هديك 17 18 سنة يا معلم. واو 24 سنة. واو. قول لي مبروك. لا بس شكلك صغير جدا، انت بس عشان طويل. صح؟ انت شغال مصور؟ انا اصلا بصور في وقت فراغي لما ما كنتش في الشغل مثلا باجي هنا اصور. يعني فعلا دوت المفروض ان هو اقدم مجمع تجاري في العالم، وفعلا مذهل. مش معنى ان هو اقدم مجمع تجاري في العالم ان هو مثلا المحلات اللي فيه قديمه، لا، دي المحلات اللي موجوده هنا اقل محل بيقول لك، اقل محل الراجل بيقول لي ان بيتاجر ب 100,000 يورو في الشهر، اقل محل يعني. بس الجو في ميلانو مختلف، ميلانو تحس ان انت في ميلانو، جو رايق جدا. والمفروض ان انا رايح دلوقتي مكان تحفه اسمه جاليريا فيتوريا، والمفروض ان ده من اقدم المجمعات التجاريه في العالم. يلا بينا نروح، بس هناكل سندوتش في السريع كده عشان اليوم كان طويل جدا. يلا بينا نشوف اصلا ايه السندوتشات اللي موجوده هنا. المفروض عمر جاب مطعم سحري اسمه فيلا اسطنبول، اكيد عنده اكل رايق جدا، واكيد عنده شاورما. عمر نفسه ياكل شاورما. فيلا اسطنبول. طلع سندوتش الشاورما، لسه هندوق طعمه. شاورما في ميلان انا متاكد ان هيبقى طعمه مختلف. هو انا اللي بيعمل السندوتش اسمه محمد، وقال لي ان هو حلال 100%. قلت له يا باشا انا جنبك هنا في الفندق، هاجي لك كل يوم، عنده بيتزا وشاورما والدنيا تمام. انا اقدر دلوقتي اشتري ساعه ب6 يورو، او اشتري نص ساعه ب3 يورو. هشتري ساعه. يا سلام على السهوله. انا دلوقتي يا جماعه معايا ب6 يورو ساعه، اروح بقى في اي حته زي ما انا عايز. من اسرع العجل اللي انا شفته في حياتي، تمشي كده واو سريعه جدا. واحنا دلوقتي يا جماعه المفروض ان احنا هنروح جاليريا فيتوريا. فيتوريا ده يا جماعه اقدم مول تجاري في العالم. تخيل بقى الاناقه والشياكه والروقان اللي هنشوفها دلوقتي. يلا بينا. عمر بيفضل السكوتر عن العجله، مع ان العجله اسرع. بص انا كل ما ابدل، يعني هو دلوقتي جايب اخره، انا هعديه. السده بتاعك سريع، اسرع من العجله يا معلم. انت بتزنق عليا كمان. مصر ام الدنيا. بص درجه الحراره كام، اقول لك درجه الحراره كام بالظبط. درجه الحراره 23 وشويه وهتبقى 20. ساقعه جدا. وعمر لابس نص كم، انا مش فاهم ازاي. واو، انا اول مره بصراحه اشوفهم بيعملوها. موضوع يا جماعه ان هو عامل لك دايما حاره للعجل في كل حته، الموضوع ده مريح جدا. انت ايه اللي طلعك هنا يا اسطى؟ هو ايه ده، عيد ميلاد ولا ايه؟ هابي بيرث داي، هابي بيرث داي، هابي بيرث داي، هابي بيرث داي. وات بيرث داي؟ واي؟ مينا لسه. واو. From Italy? Yes. All from Italy? Yeah. You know from where? Guess from where? Italy? Barcelona? No. Guess from where? Guess from where? Guess me from where? Italia? No. Guess me from where? No. 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 I give 10 euro. No. 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 Venezuela? No. Republic Czech.
Uruguay, Uruguay. Coño, Maiva, porque no Brasil, Portugal. Hello. What continent? You don't know I am from where? Uzbekistan. Afghanistan. Speak your native language. Speak your Portugal. Language? Yeah, speak your language. Habibi. Okay. No. Arabic. Saudi Arabia. Saudi Arabia. انا مش عارف يا جدعان انا وقعت فين اصلا. Egypt. Morocco, Turkey. No. Okay. Okay. I tell my country and go. Okay? 1, 2, 3. حبيبي come to Egypt. يا لهوي يا جدعان حوار كمية بنات بالهبل. واخ صداع اقسم بالله صداع. انا حاسس ان انا كنت في جنينة حيوانات فيها عصافير كتير قوي عماله تزقزق. يا لهوي. السلام عليكم يا جدعان كمية عرب. يمين يمين يا زلمه يمين يا زلمه ما ده يمين اهو يمين يمال. لا بس بقول لك ايه الشاورما خايله. ما عجبتوش يا جدعان الشاورما خالص. بيقول لي اسوأ شاورما اكلتها في حياتي مع ان انا كنت شايف انها عاديه جدا. شلون سيدا سيدا كارو على طول يا معلم. على طول يا اسطى. تمثال سعد زغلول اهو. تعرفش انت تمثال سعد زغلول ده يا عمر؟ بيبرس بس ده اللي تعرفه؟ كمان صلاح الدين. واو. عمر بيعشق حاجه اسمها بوظه. فعلا نفس البوظه. هذا نفس البوظه بس حجم صغير. عرفت اصغر؟ اصغر. شوف بس عليه واو طابور. بص الطابور قد ايه؟ نفس الشيء. واو يا جماعه طابور كبير. واو. Thank you. What's your name? Alexei. صح؟ Nice to meet you. يلا. يلا بينا يا معلم. يلا بينا يا معلم. هنيجي يا باشا تاني ناكل ايس كريم مفيش اي مشكله. طبعا ضروري ضروري. هو ده يا باشا جاليريا فاتوريا. وحمد لله على السلامه وصلنا فاتوريا مانويل. مانويل. King of Italy, a great motherfucker. Yes, from where? You. Italia. Wow. Ma io sono italiano I can pronounce the word. But it's good to speak English. because I lived in the States, bro. Yes. Thank you. Thank you. حبيبي حبيبي come to Egypt. My cousin is getting married with an Egyptian. Wow. You're from Egypt. Yes. Alright. Yeah. Catch in Egypt when my cousin gets married.
باي باي. واو، جاليريا فيتوريا. اديله اديله على المبنى التاريخي حرفيا في وسط السوق. واو يا جماعه بجد طلع تحفه. Brother, you have to do this. You spin on the bull balls. واو It's a good luck. اوكي. Vedi, Toro, guarda le palle, vedi che sono هنا يا جماعه الناس لازم تعمل كده، محدش ينفع يجي فيكتوريا الا لما يعمل كده. يلا اللي بعده. خلي بالك لو الواحد هنا يورو هيكسب. اللي بعده. كمان اديله يا عمو. شاطر يا عمو، شاطر، برافو عليك، برافو عليك، برافو. شاطرة، برافو برافو برافو. كمان يس. اكيد يعني انا لازم اعملها كده يا معلم. بعمل زي ما هما بيعملوا، هعمل ايه طيب؟ ام لاكي. بعد ما تعمل كده تقوم كده بونا سيرا. واو يا عمر، جامد جدا بصراحه، جامد، تحفه. ايه الجمدان ده يا جدعان؟ تخيلوا يا جماعه المفروض ان دوت اقدم سوق في العالم، يعني ده اقدم مجمع تجاري في العالم، مش في ايطاليا بس، في العالم. واو، بص بص، ايه يا عم الجمدان ده؟ ايه ده؟ ازيك؟ كله تمام؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ كله هنا مصري ما شاء الله. لا لا، هو كله هنا مصري بس كله هنا منوفي تحت. شباب كله بخير. انا مش فاهم ما شاء الله. اخبارك عامل ايه؟ كله تمام؟ انا ليبي طلياني. بس انت شكلك ايطالي جدا. وليبي طلياني، الوالده طليانيه والبو ليبي. واو، على فكره انا كنا فين؟ كنا في احنا كنا فين من اول امبارح؟ لان انا نسيت والله. كنا فين اول امبارح؟ هنا في ايطاليا. روما. لا اول امبارح قبل ما نيجي اصلا. هو هنا في ايطاليا ولا لا مش ترياستي يا ابني، مش كنا فين يا ابني البلد اللي فيها الجزيره؟ مالطا. مالطا. عمال افتكر لان انا لفيت كتير قوي. مالطا يا باشا. انا رحت المسجد اللي هناك. المسجد ده عموما يعني من الاخر كده، المسجد دوت المفروض معمر القذافي هو اللي بناه واتفتح 1984. لما رحت المسجد ده لقيت كميه ليبيين. اصلا مالطا فيها كميه ليبيين يا جماعه غريبه. هو مالطا اصلا مش مالطا بس اللي معمر القذافي ساب فيها بصمه. اه. يعني هو هنا في ايطاليا حتى ميلانو اصلا فيها مباني مشهوره جدا. معمر القذافي هو اللي بنيها. يا جدعان فظيعه يا جدعان. لا لا بس مالطا موضوع خربانه يا معلم. انتوا بتعملوا ايه في ايطاليا هنا؟ انا عايش هنا. انت عايش هنا ما شاء الله. انا بقى عايش هنا برضه. بتعمل ايه بقى هنا؟ يعني بتشتغلوا وبتدرسوا؟ شغال في رينا شنت هنا في برادا. في برادا. بس انت شكلك صغير قوي بصراحه. انا؟ والله اديك 17 18 سنه يا معلم. 24 سنه. واو 24 سنه. الشهر الجاي على طول. واو. قول لي مبروك. لا بس شكلك صغير جدا انت، بس عشان طويل. صح؟ انت شغال مصور؟ انا اصلا بصور في وقت فراغي، فلما ما يكونش في شغل مثلا باجي هنا اصور. بس المكان ده حلو قوي. تعرف ايه بقى عن المكان ده؟ المكان ده اعرف ان هو اقدم مول تجاري في العالم. في العالم. انا ما اعرفش انفورميشنز كتير عن المكان، بس انا لما قريت عنه انا سمعت ان دوت، او انا قريت عنه ان ده اقدم مجمع تجاري في العالم. فدي حاجه يعني حاجه غريبه قوي بصراحه. انت تدفع على ايجار محل حقها 100,000 يورو في الشهر. واو 100,000 يورو في الشهر؟ ده الايجار. واو. ما اعرفش بقى الاسعار هنا غاليه ولا ايه يعني؟ لا هي يعني اكيد. ما هو الايجار انت بتتكلم في 100,000 يورو في تدفع في الشنطه ب 3,500 يورو. واو. شوف بقى فيها بروفيت قد ايه اصلا. انت عندك في شنطه لويس فيتون غادي حقها 40,000. واو 40,000 شنطه بس. اسعار هنا خياليه. بس يا جدعان انا قابلت مصريين كتير قوي قوي. يعني طول ما انا ماشي ما بقابلش غير مصريين. في ليبيين كتير. ميلانو في مصريين. ايوه كتير قوي، كتير جدا. بس انا عايز اعرف ايه رايك في المصريين اللي هنا
انا حسيت ان هو يعني شغيله قوي، يعني ناس شغيله يعني بتشتغل، بص اي حاجه هو لما يجي اي حاجه بيشتغلها عادي، حد يجي ايطاليا سيد بلاده بيجي بيخدم غصبا عنه، بيشتغل اي حاجه بصراحه، يعني هم شغيله جدا يعني. عمال بقى، صنايعيه، بتوع محلات، يعني بص بيشتغلوا اي حاجه بعيد بقى عن مستواهم بقى الاجتماعي، جايين منين، جايين من قرى، جايين من مدن، كل ده بالنسبه لي. بس انا لما جيت اسال، كل ما باجي اسال حد يقول لي انا جاي عن طريق البحر، اقول له ازاي يا ابني جاي عن طريق البحر؟ يقول لي عادي ركبت المركب وجيت هنا. كأنه رايح اسكندريه. والله العظيم ده ولا واحد. انا في مره قابلت 5 كده اطفال 14 سنه و16 سنه يقولوا لي جايين عن طريق البحر، اقول له طب انت ازاي يعني اصلا اهلك سمحوا لك وانت 14 سنه؟ من حوالي 3 سنين عامه كنت جايب الطياره. انت جايب البحر ولا جايب الطياره؟ انا جايب الطياره. انا قاعد جنبي واحد مصري، من حسن حظي لان انا ما كنتش بتكلم ايطالي اصلا، فهو كان المصري ده هو الوحيد اللي اتعرفت عليه في الطياره عموما. فانا بتكلم معاه بقول له انت عندك كام سنه وبتاع، فبيقول لي عندي 18 سنه. فبقول له انت في ايطاليا بالك قد ايه؟ بيقول لي في ايطاليا بالي 7 سنين. 7 سنين وجاي بحر يعني، ده جاي 11 سنه؟ اقسم بالله انا يا نهار ابيض، يعني جاي 11 سنه ايطاليا والبحر. انت ايه يا عم؟ بيقول لي اول مره ارجع مصر، يا ده حوار. طب انا عايز افهم برضو، انا برضو مش فاهم حاجه. هو دلوقتي جه عن طريق البحر ودخل ايطاليا، طيب وبعدين بقى يعني المفروض هو يعمل ايه يعني؟ ايه الريسايكل يعني؟ هو الريسايكل هيقول له هيقطع جوازه يعني، ولا هو اصلا بيبقى جاي من غير جواز؟ هو حرفيا بيقطع الجواز يعني لو جاي بجواز بيرمي الجواز. يسلم الحكومه لازم يا اما بيرمي الجواز، تمام، يا اما بيسلمه للحكومه. يسلمه للحكومه؟ كلتا الحالتين هو لازم يعمل كده عشان يعمل لجوء، لان هو ما ينفعش يقعد في البلد دي من غير ورق، فطبيعي لازم يعمل لجوء يعني. يعني هو بيجي عن طريق البحر وبعد كده يرمي الجواز، بعد كده يعمل لجوء في البلد. يعمل لجوء. طب البلد ليه تعمل له لجوء؟ طب ما ترجعوا بلده. ما هي غريب. دي المشكله، عشان ترجع بلده معه جواز. ما توديه السفاره المصريه تطلع له جواز. لا هو مش بالسهوله دي. اولا انت عشان تطلع باسبور هنا اصلا مصري اقل حاجه 600 يورو عشان تطلع باسبور. مصر بكام؟ يعني اقصى حاجه بتهيألي 2000 جنيه لو مستعجل يعني. هو هنا بيدفعوا فيه مبالغ جامده. 600 يورو 600 يورو 600 يورو يعني عشان تطلع جواز سفر مصري ب 600 يورو بالظبط. يعني انت عشان لو طيب هو دلوقتي دخل البلد ورمى جوازه، يعمل لجوء؟ بيعمل لجوء. طب هو دلوقتي الحكومه ما تاخدوش كده من قفاه ليه وتوديه السفاره بتاعته؟ الحكومه اصلا عايزاه. الحكومه هنا عايزاه؟ هي الدوله الاوروبيه الوحيده اللي فاتحه اللجوء اصلا عن طريق البحر هي ايطاليا. يعني من دول مثلا الميديترينيان سي اللي هو اصلا كل دول البحر المتوسط كلهم قافلين اللجوء، حتى اسبانيا الدوله الوحيده اللي فاتحه سبحان الله ايطاليا، هي اللي فاتحه اللجوء عن طريق البحر. بالظبط. يعني هو يخش كده يا باشا من البحر ويقول لهم انا لجوء. ايطاليا اصلا من الدول اللي ناقصه عماله. ايطاليا هنا معدل الاعمار فيها عالي جدا. تمام. يعني معدل الاعمار هنا معدي 70 سنه، فاهم قصدي؟ متوسط. تمام. كلهم عواجيز هنا، فهم بيحتاجوا ايادي عامله كتير عشان تشتغل وتحرك المصانع، تحرك اي حاجه. تسوي الاقتصاد يعني. بالظبط. تسوي هي بقى مش فارقه لايطاليا الجنسيه ايه اصلا، ايه ولا انت منين ولا انت من الشرقيه. طب هو بقى لما عمل لجوء بقى هيعملوا له ايه بقى؟ يديله بقى بطاقه وكده يعني؟ بقى في دماغ هنا بيدوا له ورق مؤقت يخلوه ما ينزلش بلده. يدوا له ورق يا راجل، يدوا له ورق مؤقت يخلوه ما ينفعش يروح المطار؟ يدوا له ورق يخلوه قانوني هنا في البلد، بس انت مالكش انك انت تنزل بلدك. يعني مالوش ان هو يخرج من منافذ رسمي. لو نزلت بلدك انت ما انتش راجع يا معلم. في اللي هو بيرجع في ثغرات، انا يعني فاهم. انا ما اعرفش ايه هي، بس الملخص ان هو بيقفلوا عليه الدنيا. هو ملوش حق ان هو يرجع ايطاليا تاني، فاهم؟ يعني هم بيقفلوا عليه الدنيا يدوا له ورق يعيشه مثلا لمده 3-4 سنين، ملوش علاقه بقى ان هو ما يقدرش يروح المطار ويقول لهم انا مسافر وراجع تاني اجازه مثلا. عايز يمشي زي ما جه عن طريق البحر. واو. طيب وبعد بقى بعد 5 سنين بس مش يمشي يرجع. بعد ال5 سنين دي بقى يعمل بقى بعد ال5 سنين يحصل ايه بقى؟ هو بيدوا له حاجه اسمها ريكيستا دي ازيلو. دي بتبقى عباره عن طلب لجوء ل6 شهور وبيتجدد ل6 شهور ثانيين. ويقدر بقى يشتغل في الفتره دي عادي؟ يقدر بقى يشتغل قانوني في الفتره دي. واو. لما يكمل السنه اللي هو 6 شهور و6 شهور المفروض ان هو يا اما ياخد اللجوء اللي هو اقامه اللجوء، ودي بتبقى ب5 سنين او بسنتين تقريبا. واو. ب5 سنين يا بيقدم على الجنسيه. عشان كده الجنسيه 10 سنين. يعني بعد ال5 سنين ممكن ياخد الجنسيه. اللي هو اصلا بياخدها اسهل من اللي هو عايش هنا بقى له 10 سنين. يا لكن القانون تو في ايطاليا انت باش تاخذ الجنسيه
10 سنين متكاملات ما تطلعش من البلاد تاخد الجنسيه. وتدخل لغه واو، لا بس الايطالي سهل على فكره، اللغه الايطاليه سهله. يعني عمر من هنغاريا بقعد معاه في المجر مستحيل يعني هنا بعرف القط كلمتين ثلاثه، بونجورنو مش عارف في ايه، المجر بيتكلموا ايه؟ مجري بس ما فيش، صعب جدا. يبقى هو السؤال ده، ايه السؤال ده؟ مجري بس صعب جدا، يعني حاسس ان هو صيني. لا هو فعلا لغات شرق اوروبا وشمال اوروبا بالتحديد صعبه قوي. الاسكندنافيه تقريبا. ايوه صح، صعبه جدا. اللغه بتاعتها صعبه جدا. انت اصلا متخرج من كليه ايه؟ انا في كليه سياحه فنادق، قسم ارشاد سياحي. انا كنت داخل الكليه دي على فكره من حب، يعني انا حولت اصلا من حبك في السياحه. انا اصلا من انت كنت اي جامعه؟ انا في جامعه المنوفيه، جامعه شبين. والمفروض جاي هنا بقى مع اهلك ولا جاي برضو؟ انا جاي هنا لوحدي، اخويا هنا بس. فعارف يعمل لك حاجه انك انت تيجي من غير بقى حوار البحر والكلام ده. بالظبط. حلو جدا. من حسن حظي يعني. حلو جدا. لا بس والله حاجه جامده جدا. طب وعلى كده بقى يا جماعه اخر سؤال بقى عشان انا مش عايز اخد من وقتكم كتير. لا خد من وقتك يا عم، انا مبسوط. الرواتب هنا بتبقى عامله ازاي؟ يعني اللي بيجي هنا مثلا انا بشوفهم شغال في محل شاورما، شغال مش عارف في محل ايه، شغال فين، في كذا في كذا، بيبقى ايه يعني بالساعه؟ يعني الساعه مثلا ب 10 يورو، 5 يورو، كذا كذا. اقول لك ايه، تبقى بقد ايه يعني؟ اقول لك ايه ماشيه ازاي. هو في هنا الشغل بينقسم لحاجتين، يا اما شغل ريجولار يا اما شغل نيرو. في الريجولار الريجولاري ده اللي هو من غير عقد، اللي هو بالظبط اللي هو قانوني. قانوني تمام. اللي هو بعقد وبيدفع لك مرتب كل شهر، بيدخل لك في وعندك ميزات فيها عندك مميزات. زي النيرو على الاسود يعني. النيرو ده اللي هو الاسود، ممكن اللي تخدم عنده ينصب عليك عادي، بديش تتكلم. المفروض الرواتب مثلا بتبقى مثلا 10 يورو في الساعه، 5 يورو في الساعه، يعني تستاهل كل اللي بيحصل ده؟ مش من الدول الغنيه جدا لدرجه ان انت تيجي هنا كشغل. انا زي ما قلت لك هو كله بيجي هنا عشان هي موفره، عشان هي موفره فرصه للجوء، لكن مش بيعمل فلوس كتير والجو ده يعني. انت ومخك بقى يعني حسب ذكائك يعني. يا بتطور مره نسبه يا بتقعد في الشارع يا بتشتري شقه. انت وحظك بقى. ايوه نسبه المرتبات هنا يعني الدوله كده متوسط المرتبات يعني لا ما يزيدش عن 1000 ونص مثلا. 1000 ونص في الشهر، 1000 ونص يورو في الشهر. يعني مش هكلمك على شغل المعمار لان شغل المعمار ده صناعه ثقيله يعني. ايوه واكتر على فكره، ثمنه اكتر. هنا اللي بيشتغلوا في المعمار اغلبهم المصريين. ايوه وفيها فلوس حلوه بصراحه يعني، ما اقدرش يا في اليوميه تاخد 80 يورو. في اليوم لو هو مثلا صنايعي بياخد اقل حاجه 100 يورو. 100 يورو في اليوم؟ لا انا بكلم يعني 100 يورو في اليوم اقل حاجه يعني يعني يعتبر 3000 يورو في الشهر. ما على حسب بقى هو مثلا يعني لو شغال كل يوم، لو شغال كل يوم هو رينج يعني. هو بيعطيك خريطه عماره. احنا ممكن نحط متوسط مثلا 3000 يورو في الشهر. هو 3000 يورو اعتقد. انت شغال ايه بقى؟ سكيورتي. شكلك صغير قوي على سكيورتي خالص على فكره. يعني انا حاسس انت زي سكيورتي. المفروض سكيورتي يعني بادي بيلدينج. وانت في حاجه اسمها جوارديا وفي سكيورتي. انت بقى السكيورتي اللي هو سكيورتي. لا في جوارديا اللي هو مش عارف بيتقال زي بودي جارد يعني. لا بودي جارد دي حاجه والجوارديا دي حاجه. الجوارديا دي مش عارف هي بالانجليزي بتتقال ازاي بصراحه يعني مش فاكر. بس جوارديا اللي هو بيشوف الحاجات مثلا اللي بتتسرق، الحاجات اللي مش لازم يكون من ناحيه من المشكله. هو هنا بيشغل عقله اكتر ما هو بيشغل جسمه. فاهم قصدك. مش لازم يمسكه ايدك. ايوه انت تعرف في المشاكل كيف. وانت بقى شغال ايه؟ انا برضو شغال سكيورتي برضو. في ارينا شانس في المول اللي هو ايوه اللي قلت لي عليه. عموما زي الفل. احنا عايزين بقى، انت شكلك بتعرف تصور، اديك موبايلي بقى تصور لي كذا صوره حلوين بالكاميرا وابعت لك الصور. هتعرف تبعتها لي يعني؟ عيب عليك بقى. خلي بالك انا محظوظ ان الراجل دوت لقيته بصراحه. يا جماعه المبنى مذهل بجد. يعني فعلا دوت المفروض ان هو اقدم مجمع تجاري في العالم، وفعلا مذهل. مش معنى ان هو اقدم مجمع تجاري في العالم ان هو مثلا المحلات اللي فيه قديمه، لا، دي المحلات اللي موجوده هنا اقل محل بيقول لك، اقل محل الراجل بيقول لي ان بيتاجر ب 100,000 يورو في الشهر، اقل محل. يعني الموضوع فظيع جدا يا جماعه.
طبعا انا مش عارف مين اللي بيجي يشتري من هنا، بس هو اكيد يعني للشو اكتر من الشراء يعني بجد. يعني براند مثلا زي رولكس لازم يكون مثلا فاتح هنا، مش معنى كده ان هو شغال نار يعني، بس اكيد طبعا لازم يكون فاتح في مكان زي دوت كدعايه عموما اقل من اي حاجه، لان مكان زي دوت بيجي له ناس كتير جدا، فهو اصلا مجرد ما ياخد محل في المكان ده دعايه بالنسبه له اصلا. وبصراحه انا اول مره اشوف مجمع بالجمال ده، يعني مجمع جميل جدا يعني انت اصلا هتنسى ان ده سوق مثلا او مجمع فيه محلات. واو، اصلا بص المجمع بيطلعك على ايه. واو يا جماعه بجد جميل جدا. يا زلمه طلعنا من مكان مو طبيعي يا زلمه. واو انا استغربت. تحفه جدا. بص اصلا الاغاني العربي اللي شغاله فوق تحفه، مكان تحفه يا جماعه بجد. واو، ازاي ده اقدم مجمع تجاري في العالم؟ المفروض ده يبقى اجمل مجمع تجاري في العالم مش اقدم مجمع. واو، ولع فوق يا جدعان. Double action. اقدم مجمع تجاري في العالم، انا شايف ان هو اجمل مجمع تجاري في العالم مش اقدم مجمع تجاري في العالم. ايه الجمال ده يا جماعه بجد. لا وشوف اصلا قدام المجمع مبنى مذهل ازاي. واو يعني. يا جماعه المنظر ما تشبعش منه بجد والله. بجد يا جماعه المكان مذهل، يستحق تصوير 24 ساعه صبح وليل وظهر وعصر. ايه الجمال ده. المباني بجد بالليل مع الاضاءه شكلها جميل جدا. مبهره والله العظيم يا جماعه. انا ما اعرفش، انا بحب ميلان قوي، ما اعرفش ليه يعني، بدون سبب انا بحبها اكتر من روما، مع اني روما انا شايف ان هي احلى من ميلان، مباني تاريخيه اكتر من كده بكتير، بس الجو في ميلانو مختلف. ميلانو تحس ان انت في ميلانو، جو رايق جدا، المباني شكلها تحفه. يعني مجرد ما المباني التاريخيه قليله، بس مجرد ما بتلاقي مبنى تاريخي او بتلاقي حاجه بتلاقيها جامده جدا. ثانك يو. بصوا يا جماعه السوق عامل ازاي، تحفه بجد، كل حاجه هنا جميله جدا. تخيل. واو، بص اصلا الديكورات واو جميل جدا. واو، باب عملاق. بص البلكونات يا جماعه عامله ازاي. واو، فعلا يا جماعه ميلان مدينه التسوق فعلا. ايه الجمال ده. ده شارع عادي جدا قابلته بالصدفه. جو جامد. ميلان هنا يا جماعة في السنتر طلعت حاجة تانية خالص، مهتمين بكل التفاصيل.